زي ما سمعتوا بالظبط هنعمل فراخ كنتاكي بدون اي مكونات تعقد او صعبة او غالية او اي حاجة، بس شوية بهارات وشوية دقيق ومية وخلاص. معايا ملح وفلفل وكمون وكزبرة، توم وبصل بودر وجنزبيل وبابريكا، ومعايا نص كوباية دقيق ونص كوباية مية، ومعايا صدرين فراخ انا مقطعهم شرايح بالطول اعرض من صبعي شوية. هحط كل التوابل والدقيق والمية على بعض واعمل خليط متجانس، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، عشان ما يبقاش كتل على الفراخ او ما يمسكش عليه الدقيق من كتر ما هو خفيف. فاحاول اوسطن الامور زي ما انتوا شايفين. حطيته في التتبيله وسبته 10 دقايق بس على جنب، على ما حضرت كل حاجه جنبي بدات جبت شويه دقيق مفهومش اي توابل مفهومش اي حاجه، وحطيت عليهم الفراخ. هضغط عليهم ازاي او هلخبط عليهم الدقيق ازاي؟ زي ما انتوا شايفين، هحط الدقيق عليهم وبكفوفي وصوابعي كده بالراحه جدا هفضل اقلب الفراخ من جنب لجنب لحد ما تتغطى كويس جدا بالدقيق من غير ما اضغط عليها خالص، زي ما انتوا شايفين، علشان تديني الطبقه المكشكشه بتاعت كنتاكي المتعارف عليها. هعمل الكميه بس اللي انا هحطها في الزيت، لان انا لما بحط الكميه كلها في الدقيق واسيبها شويه بتشرب الدقيق وكاني ما عملتش حاجه. طاسة فيها زيت غويط وعلى نار متوسطة، لا عالية ولا واطية. هحط الكمية اللي انا هعملها زي ما انتوا شايفين، ومش هاجي جنبها ولا اقلبها لحد ما تحمر، وبتاخد 7 دقايق على النار تطلع زي ما انتوا شايفين مقرمشة وجميلة.